بعد صدور قانون العمل في 3/5/2025 وأنا بتسأل سؤال واحد كل يوم بشكل متكرر: هل القانون الجديد ألغى استمارة 6 ولا لا؟ السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج، فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. وقبل ما أجاوبك على السؤال عايز أقول لك سبب السؤال كان إيه؟ سبب السؤال إن الموظف أو العامل لما كان بيروح يشتغل عند صاحب العمل، مش كل أصحاب الأعمال لكن بعضهم لما بيروح يشتغل عند صاحب العمل، صاحب العمل طبعا بيمضيه عقد التعيين وبيمضيه استمارة واحد اشتراك في التأمينات الاجتماعية. كمان معاهم بيمضيه استقالة بدون تاريخ وبيمضيه استمارة 6 إنهاء اشتراك من التأمينات الاجتماعية برضه بدون تاريخ. وده كان ليه بيعمل كده صاحب العمل؟ عشان يوم ما ينوي يكتب التاريخ على الاستقالة ويكتب نفس التاريخ على استمارة 6 ويروح يقدمها للتأمينات الاجتماعية ويقول للموظف باي باي، أنت من النهاردة مش معانا، أنت استقلت. فكان سبب السؤال هو اللي أنا قلت لك عليه ده. فهنا قانون العمل الجديد حل المشكلة دي لكنه ما ألغاش استمارة 6، لأن خد بالك إن استمارة 6 دي بتكون إنهاء الخدمة في التأمينات الاجتماعية. ممكن يكون سببها الاستقالة، إن العامل استقال. ممكن يكون سببها الوفاة، إن العامل اتوفى فبيتعمل له استمارة 6 برضه إنهاء خدمة. ممكن يكون العجز الكلي، مبقاش قادر يشتغل فبيتعمل له استمارة 6 إنهاء خدمة من التأمينات الاجتماعية بسبب العجز. إذا استمارة 6 ليها أكثر من سبب من ضمنها الاستقالة. وقانون العمل الجديد في الحقيقة ما لغاش استمارة 6 لكنه حل الموقف ده. طب حله إزاي؟ حله في نص المادة 167 من القانون الجديد، وقال إن للعامل الحق في تقديم استقالته إلى صاحب العمل بشرط إنها تكون مكتوبة وموقعة منه، وكمان يعتمدها من الجهة الإدارية. الجهة الإدارية هنا المقصود بيها هي مكتب العمل. طيب اعتماد الجهة الإدارية ده بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن توقيع الموظف المختص زائد ختم القوى العاملة زائد التاريخ على الختم. إذا هنا الاستقالة مش هينفع تكون مسبقة تاني، يعني ما ينفعش وأنت رايح بتشتغل لسه أول يوم يقول لك اعمل استقالة وروح اعتمدها من الجهة الإدارية، لأن تاريخها هيكون بتاريخ التعيين، فطبعا مش هينفع. فإذا هنا القانون حل فكرة الاستقالة المسببة لكنه ما لغاش استمارة 6. وبمناسبة ما اتكلمنا بقى عن الاستقالة، الاستقالة هنا بتقدم بعد ما بتقدم لصاحب العمل، طبعا بتكون مكتوبة وممضية من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية وبتتقدم لصاحب العمل. صاحب العمل هنا مش مجبر إن هو يقبل الاستقالة، صاحب العمل ممكن يقبل الاستقالة وممكن يرفضها وممكن لا يقبل ولا يرفض، لكن هيعدي عليه 10 أيام. عدوا ال 10 أيام من غير قبول أو رفض فهنا الاستقالة بتعتبر مقبولة بحكم القانون. طيب انتهى كده الكلام في الاستقالة؟ لا، لسه في كلام كتير، لكن أنا عايز أقول لك حاجة بس صغيرة كمان. إن العامل هنا بعد قبول استقالته من صاحب العمل من حقه إن هو يعدل عن الاستقالة أو يرجع في الاستقالة. إيه شروط الكلام ده؟ الشروط ده إن العدول ده بيكون مكتوب، بيكون موقع من العامل وبيكون معتمد من الجهة الإدارية وبيتقدم لصاحب العمل في مدة 10 أيام من تاريخ اختار العامل بقبول استقالته أو انقضاء ال10 أيام بتوع صاحب العمل اللي كان ليه فيها إن هو يرفض أو يقبل. طيب العدول عن الاستقالة لو تم وفقا للقانون والشروط اللي أنا قلتها لك دي بتعتبر في هذه الحالة الاستقالة كأن لم تكن، يعني كأنه ما قدمش استقالة. الكلام في قانون العمل مش هيخلص، لكن إن شاء الله هنتكلم فيه في حلقات صغيرة منفصلة. سلام.